عمرك شفت شنطة تغير حياة بني آدم؟ هتعرف في الفيديو ده. أنا هحكي لكم عن أغرب حاجة حصلت لي في حياتي، حاجة لو حد قالها لي قبل كده كنت أقوله يا عم كفاية أفلام، بس أنا شفت ده بعيني وحصل معايا. أنا كنت راكب المترو، قاعدتي زحمة، الناس طالعين ونازلين وأنا واقف ماسك إيدي في الحديد فوق مستني محطتي. فجأة عيني وقعت على شنطة سوداء صغيرة تحت الكرسي قدامي، حد نسيها أكيد، بس الغريب إن الناس بيدوسوا جنبها ومحدش واخد باله كأنها مش موجودة. وأنا دماغي بدأت تشتغل، قلت يمكن حد محتاجها، يمكن فيها حاجة مهمة، فقررت أخدها وأفتحها مرة بعد ما أنزل وهشوف فيها إيه. المحطة جات، نزلت بسرعة والشنطة في إيدي، قلبي بيدق بسرعة. رحت على أقرب قهوة وطلبت شاي وقعدت في ركن بعيد عن الزحمة. فتحت السوستة بتاعت الشنطة وإيدي بتترعش شوية ولقيت فيها حاجة عمري ما كنت متوقعها. قبل ما أقولكم لقيت فيها إيه، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتكتبولي متوقعين يبقى فيها إيه. وفجأة لقيت فيها فلوس كتير. أنا بتكلم في رزم مرفوفة برباط، خمسينات وميات وكتير قوي. قعدت أبص يمين وشمال خايف حد يكون بيراقبني، بس مفيش، الناس عايشة حياتها عادي. وهنا جالي السؤال المصيري، أعمل إيه؟ أسيب الفلوس وأخلص ولا أشوف أعمل بيها إيه؟ في اللحظة دي حسيت إن دي علامة من ربنا، يمكن تعويض عن حاجات كتير راحت مني. بس قبل ما أفكر لقيت ورقة صغيرة جوا الشنطة، فتحتها وكانت مكتوب فيها لو عايز تعرف فيها متنسوش تعملوا لايك بسرعة. لو فتحت الشنطة لازم تكمل المهمة وإلا هتندم. قلت مهمة إيه؟ قلبي وقع في رجلي وبصيت تاني في الشنطة، لقيت فيها تليفون قديم رن فجأة. أنا قعدت أبصله بذهل، هرد ولا هرميه واجري؟ وهنا فجأة تليفوني أنا رن، بصيت على الشاشة لقيت اسم أمي بيتصل عليا. أنا على طول حسيت إن في حاجة غلط، أمي ما بتتصلش في الوقت ده. لو عايز تعرف ايه هيحصل بعد كده وايه بقية الاحداث، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد وتخش في قلبي يا ابن قلبي. وتنسوش تكتبولي في الكومنتات تتوقعوا ايه اللي هيحصل في الجزء التاني، وانتظروا الجزء التاني، واللي منتظر اسرع يقعد يكتب في الكومنتات منتظرين ونزلوا بسرعة.